قصة سنغافورة من الفقر للمعجزة. كان سنة 1965 المطر بينزل بغزارة على شوارع متكسرة وناس ماشية حافية والأكواخ الخشبية غرقانة في الطين. صوت راجل من بعيد بيصرخ: المية مقطوعة تاني، الكهرباء راحت من امبارح. البلد الصغيرة دي كانت اسمها سنغافورة، جزيرة فقيرة لا فيها بترول ولا غاز ولا حتى مية كفاية، بتستورد المية من ماليزيا عبر أنابيب، والجريمة منتشرة والبطالة عالية والناس عايشة بلا أمل. في البرلمان البسيط اللي اتبنى حديثا وقف شاب في أوائل الأربعينات، صوته متأثر لكنه ثابت. قال كلمته الشهيرة: احنا ما عندناش أرض ولا بترول، لكن عندنا شعب، والشعب ده لازم يتغير. المعجزة مش هتنزل علينا من السماء، المعجزة لازم نصنعها بإيدينا. اسمه كان لي كوان، وده كان بداية قصة بلد هتتحول من جزيرة مغمورة إلى واحدة من أنجح الاقتصاديات في العالم، من دولة كانت بتستورد المياه لدولة ناتجها المحلي للفرد أكثر من 70,000 دولار سنويا، من مستعمرة فقيرة إلى مركز مالي عالمي. إزاي؟ دي قصة النهضة اللي اتبنت مش بالحظ لكن بالانضباط والعقل والإدارة. في وقت كانت آسيا كلها بتعاني من الفقر بعد الحرب العالمية، كانت سنغافورة مجرد جزيرة صغيرة نسبتها للعالم مساحتها لا تتعدى 728 كيلومتر، أقل من مساحة القاهرة. في سنة 1965 لما انفصلت عن ماليزيا عدد سكانها كان حوالي 1.9 مليون نسمة، نسبة البطالة كانت 14%، 70% من الناس عايشين في بيوت صفيح. العالم شافها دولة فاشلة من أول يوم، لكن بعد 60 سنة اتحولت لرمز للنجاح والانضباط الاقتصادي. في حي فقير على أطراف سنغافورة كان تان كيم بيعيش مع أسرته في كوخ خشبي صغير. أبوه بيشتغل عامل في المينا وأمه بتبيع أكل في الشارع. كانت أحلامهم بسيطة: وجبة دافية وبيت جاف من المطر. لكن بعد 20 سنة نفس الشاب ده بقى عنده بيت تملكه من خلال نظام الادخار الإجباري، وبيشتغل في مصنع تابع لشركة يابانية جت تستثمر في البلد، وأولاده في مدارس حكومية من أعلى مستويات في آسيا. قصة تان مش استثناء، دي كانت قصة كل سنغافوري قرر يشارك في المعجزة. لي كوان كان شايف إن الثروة الحقيقية مش في الموارد بل في الإنسان، فأول قرار خده التعليم. قرر يخلي اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية عشان يربط الشباب بالعالم ويجذب المستثمرين. خصصت الحكومة أكثر من 20% من ميزانيتها للتعليم، وركزت على التعليم العملي والتقني مش الحفظ. في السبعينيات أنشأت سنغافورة معهد التدريب الفني والتقني اللي بقت تطلع جيل من الفنيين والمهندسين المهرة. في التسعينيات طلاب سنغافورة احتلوا المرتبة الأولى في اختبارات BISA العالمية. 2023 احتلت الدولة المركز الأول عالميا في الرياضيات والعلوم. التعليم هنا مش مجرد شهادة، هو سلوك وثقافة وانضباط. الادخار الإجباري والثورة الصامتة، واحدة من أعظم الأفكار سنغافورة كانت نظام الادخار الإجباري من خلال صندوق الادخار المركزي CPF. كل موظف بيخصم من مرتبه 20%، وصاحب العمل بيضيف 17%، يعني المواطن بيوفر حوالي 37% من دخله شهريا، لكن مش مسموح يسحبهم إلا في 3 حالات: شراء بيت أو التعليم أو التقاعد أو المعاش. في البداية الناس رفضت الفكرة، لكن بعد 20 سنة بقى أكتر من 90% من سكان سنغافورة يمتلكون بيوت. النظام دخل وخلق رأس مال وطني ضخم، استثمرت الحكومة في البنية التحتية والمشروعات. معدل الادخار الوطني وصل لأكثر من 40% من الناتج المحلي، وده رقم بيحسدوه عليه في العالم كله. لحظة التحول الكبرى في السبعينيات سنة 1973 أزمة النفط العالمية، الدنيا كلها كانت بتترنح بسبب ارتفاع الأسعار، لكن سنغافورة قررت تستغل الفرصة، بدأت تبني مواني ضخمة وتعرضها كمركز لوجستي لتجارة النفط. وقت قصير بقت ميناء سنغافورة واحد من أكبر 3 مواني في العالم، بيمر منها سنويا أكثر من 37 مليون حاوية بضائع. البلد الصغيرة اللي ما عندهاش بترول بقت بوابة التجارة العالمية في شرق آسيا. الانضباط الحديدي ومحاربة الفساد. لي كوان صارم جدا في فكرة الانضباط، قال جملته الشهيرة: البلد اللي مش منضبطة عمرها ما هتغتني. أسس جهاز مكافحة الفساد مستقل تماما عن الحكومة، وصلاحياته كانت أعلى من صلاحيات أي وزير. ولما اتهم وزير في الثمانينات بالرشوة اتحاكم واتسجن رغم نفوذه. في 2024 سنغافورة احتلت المرتبة الخامسة عالميا في الشفافية. الاستثمار الذكي بدل المعونات. في السبعينيات قررت سنغافورة تفتح الباب للاستثمار الأجنبي، لكن بشروط واضحة: إنشاء مجلس التنمية الاقتصادية EDB كان مسؤول عن التفاوض مع الشركات العالمية. العرض بسيط جدا: احنا نوفر بيئة نظيفة وآمنة، وانت تنقل لينا التكنولوجيا وتدرب شبابنا. وبالفعل جذبت شركات زي IBM، HP، شيل، تويوتا، وبقت الدولة مركز صناعيا ضخم. الاستثمار الأجنبي المباشر زاد من 700 مليون دولار سنويا 1970 إلى أكثر من 520 مليار دولار سنويا 2024 بفضل الإدارة والانضباط.
تحولت سنغافورة لمركز مالي عالمي بيمر فيه أكتر من تريليون دولار سنويا من رؤوس الأموال. التحول الصناعي والتكنولوجي في سنغافورة في الثمانينات لما بدأت دول آسيا تنتج سلع رخيصة، سنغافورة قررت تنتقل لمستوى أعلى. أنشأت مدينة عالمية اسمها ون نورث تضم مراكز أبحاث عالمية في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ركزت على صناعة متقدمة زي الإلكترونيات الدقيقة والأدوية. وفي 2023 شكلت القطاعات دي 40% من الناتج المحلي الإجمالي. الإسكان وكرامة الإنسان، من أول يوم الحكومة قالت مفيش مواطن ينام في الشارع. أنشأت هيئة اسمها HDB والمواطن بيشتريها من خلال مدخراته في CBF، والنتيجة 92 من السكان يمتلكون بيوتهم، أعلى نسبة امتلاك في العالم تقريباً. الجانب المظلم من المعجزة بس النجاح ما كانش مجاني، النظام كان صارم جدا في تفاصيل الحياة اليومية، ممنوع تمضغ لبان، ممنوع ترمي ورق في الشارع، والغرامة ممكن تصل ل $500. الحكومة كانت بتراقب كل شيء، لكن المواطن كان شايف ان الثمن ده يستحق. الحرية كانت محدودة لكن مقابلها كان في كرامة وفرصة وعدالة. والنتائج بالأرقام في 2024 معدل الادخار الوطني وصل ل 40%، البطالة وصلت ل 1.9%، الاستثمار الأجنبي المباشر $520 مليار، التعليم في المركز الأول، الشفافية المركز الخامس عالميا، تملك المنازل 92%. لو جينا نقارن سنغافورة بمصر في 2024 الناتج المحلي للفرد في مصر $4700، الدخل القومي 9.6%، البطالة 7.4%، الاستثمار الأجنبي $11 مليار، الشفافية 130 عالميا. الفرق مش في إمكانيات، الفرق في الإدارة والرؤية والانضباط. الدروس والعبر: ابدأ ببناء الإنسان، التعليم هو أساس لأي نهضة حقيقية. حول الدعم إلى ادخار، خلي المواطن يشارك في بناء مستقبله بنفسه. الشفافية أولاً، مفيش اقتصاد بينمو في بيئة فاسدة. استمرارية الرؤية، الخطط الطويلة أهم من التغيرات السريعة. المعجزة مش مجرد موارد، المعجزة في الإدارة. سنغافورة علمت العالم إن الفقر مش قدر، والموارد مش هي اللي بتبني دول، لكن الإدارة والانضباط والعمل. أنا ما ورثتش شعب غني، لكن ورثت شعب منضبط. دي أعظم من أي ثروة. لي كوان يو. تخيل لو مصر بدأت النهاردة بخطة واقعية، ادخار منظم، تعليم حقيقي، وعدالة صارمة، بعد 20 سنة ممكن نكون إحنا للعالم بيقول علينا المعجزة المصرية. يمكن مفيش بلد تقدر تنسخ تجربة سنغافورة بالحرف، لكن أي بلد تقدر تبدأ بنفس المبدأ: الإنسان أولاً، والنظام مش العدو بل الطريق.